تعالى معايا يا صاحبي اعرفك ازاي عملت التصميم دوت مع بعض. بس الاول ما تنساش تصلي على النبي، تدعي لاخواتنا وشهدائنا بالراحه، تعمل لايك وفولو الفيديو عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه دخلنا على المثل اللي احنا عاوزينه 3000 ونص في 2000 ونص. بعد كده اخترنا الصوره اللي احنا عاوزينها، عملنا لها ريفلكت عشان تيجي معانا بالمنظور اللي احنا عاوزينه. بعد كده ندخل باداه البين تول وهندخل على شكل الجبل دون ونبدا نقص الشكل اللي احنا عاوزينه. احنا هنقص شكل الجبل دون علشان ناخد منه طبقه تانية ونحط نجيب منظر بيوت ورا منه عشان يبقى الصورة تحس ان فيها روح وحياة كده يعني. خلصنا بالبين تول، بعد كده اتك كنترول انتر، قصينا الجزء اللي احنا عاوزينه بالشكل اللي قدامك دون. وبعد كده هنجيب منظر البيوت دي، ندخل على سيلكت سبجكت وبعد كده هنعمل ماسك، هنصغر شكل البيوت ديت عشان تيجي معانا بالمقاس المظبوط معانا مع المنظور بتاعنا يعني. وهنرجعها ورا اللاير اللي احنا خدناها كوبي من شكل الجبال، وهناخد منها كام نسخة كده يعني هنكرر منها كام نسخة كده بحيث ان هم يملى الفراغ اللي ورا اللي احنا كنا عاوزين نسده ده بالمنظر اللي قدامك كده. هنجمع التلاتة مع بعض وبعد كده هنعمل لهم مجموعة واحدة يعني. هندخل على الهيو ساتوريشن وبعد كده هنغير لونهم هم بس عن باقي التصميم بحيث ان هم يمشوا مع التصميم يعني. بعد كده نجيب شكل العربية معانا ونعمل لها ماسك، بعد ما ناخد طبعا منها نسخة تانية نبدأ ان احنا نظبط الماسك بتاعها يعني. نبدأ الحاجات اللي احنا مش عاوزينها بالبين تول وهنحدد شكل العربية كده. احنا عندنا كام طريقة للتحديد يعني، ندخل بالبين تول وهنبدأ ان احنا نظبط فيها كده، نحنتف فيها زي ما بنقول يعني. كنترول انتر وهندخل بالبرش وهنمسح الزيادة اللي احنا مش عايزينها في التصميم يعني. واحنا كده اصلا معانا طبقة تانية من التصميم احنا عاملينها زي هنحتاج ان احنا ناخد منها الشادو بتاعها يعني. ديت كده العربية لوحدها في تصميم والعربية كاملة بالشادو بتاعها في لاير تاني. نسحبه مع التصميم بتاعنا ونكبرها. هنظبط بقى العربية على الطريق بتاعنا، ندخل على اللاير اللي تحت ونغير لها بتاعها بالبرش الخفيفة كده ان احنا هنطير الحاجات اللي في الجنب دي بس. هنيجي على اللاير اللي تحت هنحدد كده الجزء بتاع الشادو دوت احنا مش عايزينه فهنحدده، وبعد كده ان احنا هنمسحه من التصميم يعني. ونيجي على اللاير اللي فوق هناخد منها نسخة تانية ونتك على كنترول ونسحب بحيث ان احنا نعمل الشادو اللي احنا عاوزينه للعربية بقى، اللي هو العربية تدخل على الهيو ساتوريشن وبعد كده ان احنا هنخلي اللون بتاعها اسود وهنقلل الوست بتاعه ده يبقى الشادو بتاع العربية يعني. هنعمل لها زي مثلا جازيان بلور كده، حاجة خفيفة. نيجي بعد كده على اللاير بتاعه العربيه اللي فوق، هناخد سكشن يعني شكل الدايره دي او شكل العجل دون الثلاث عجلات. هنعمل حاجه ان احنا نخلي العجل دوت كانه بيلف يعني، هنظبط باللي احنا عاوزينه يعني. بعد ما خدنا الاطار بتاع العربيه كل عجله في لاير لوحدها، هندخل على فلتر بلور جاليري سبين فلتر او جاليري دوت عشان احنا نعمل شكل ان العجله ديت بتلف او ان هي العربيه ديت ماشيه بسرعه يعني. هنبدأ نصغر شكل الدايرة وإنها تيجي على قد الإطار بس، وهنظبط المدى بتاع السرعة بتاعها يعني أو قد إيه هي الحركة بتاعتها سريعة يعني. وهنبدأ إن إحنا نكرر الشكل دوت أو الفلتر دوت يعني على كل عجلة لوحدها. ده أبدأ بعد فرق عامل إزاي، الفرق واضح طبعا برضو على اللاير التانية أو على العجلة التانية يعني. نبدأ نظبط نفس الكلام، ندخل برضو على الفلتر بلور جاليري إن إحنا نظبطها يعني. الزيادة اللي هتيجي معانا هنقوم عاملين ماسك ونمسح الزيادة اللي احنا مش عاوز. برضو العجلة التالتة نفس الكلام يعني. الموضوع بقى اظن سهل وبسيط، هي تركاية بس بتدي معاك في الاخر شكل جمالي حلو يعني وتحسسك ان فعلا العربية بتتحرك يعني. نيجي بعد كده نضم التلات لايرات دول في جروب. بص ده قبل وده بعد، قبل وبعد، طبعا الفرق واضح مش محتاج كلام. نبدأ بعد كده نجمع اللايرات اللي معانا ديت يعني، هنخليهم كلهم لاير واحد. نيجي بعد كده نمسك شكل العربيه ديت ونحاول ان احنا نظبط المنظور بتاعها. هنقسم الشكل بتاع العربيه دوت نصين ونبدا نظبطه يعني نظبط الجزء ده شويه، نعدل الجزء ده مش كده طبعا. هو بص تظبيط حاجه بسيطه يعني. شكل العربيه من قدام نظبطه يعني
برضه هنعمل نفس الحركه في اللير اللي ورا اللي هي بتاعه الشادو عشان تبقى كلها ايه مظبطه مع بعضها، الشاشه العربيه في شكل والشادو في شكل. بعد كده شكل شويه التلج دول هنعمل سكرين المود بتاعها سكرين، وهنخلي التلج دوت يعني ايه هنوزعه على العربيه الطريقه اللي تعجبك بقى والطريقه اللي تشوفها مناسبه بالنسبه لك. هنقوم بس جايبين التلج دوت ونحطه فوق اللاير بتاع العربيه ونتك الت بحيث ان هو يدخل زي كليبنج ماسك عليها كده يعني. بص كل التلج دوت كليبنج ماسك على الايه على العربيه يعني، بس ما تكترش عشان ما تخليش شكل البتاع ايه يبهوأ قوي. بعد كده الكشاف دوت ونقوم عاملين له ايه زي اضاءه يعني بالبرش، ونقوم عاملين لون زهري كده، وبعد كده نديله سنه لون ابيض او برش بيضه يعني. هنظبط بس الحجم بتاعه عشان تحس ان هو ايه الاضاءه خارجه من الكشاف بتاع العربيه يعني زي ما انت شايف. نجيب بعد كده شكل عربية تانية لها نفس المنظور بس يعني ايه متظبط لها التلج اللي هو طالع من عند الاطار كده، هنظبط المنظور اكتر يعني، او نخلي حجم العربيتين شبه بعض او مقربين لبعض يعني، بحيث اما احنا نيجي ناخد شكل التلج منها ما يبوظش معانا شكل العربية الاولانية. طيب وانت بتتفرج كده ممكن تعمل لايك وفولو للفيديو وانك وصلت لحد هنا يعني، وتشترك في القناة طبعا وتسيب لنا تعليق حلو كده، وتدعي لاخواتنا بالرحمة والمغفرة وان ربنا ينصرهم طبعا على اعدائهم كده يعني. عملنا بعد كده ماسك وعكسنا الماسك عشان ناخد الجزء اللي احنا عاوزينه بس. نيجي بقى على اليافطه ونمسح الكلام اللي هو بالصيني دوت كله، مش عاوزين احنا الكلام ده في حاجه طبعا بالختم، وقمنا ايه مسحين الكلام ده كله. اكتب بقى اسم بقى الشرويدي جروب عشان يبقى ايه شغلنا بقى، اكتب اسمنا طبعا يعني الشرويدي جروب مثلا. نبدا نظبط الاسم على اليافطه، نبدا نظبط الاسم على النمر يعني وكده. ندخل بعد كده على البراندنج اوبشن ونبدا ان احنا ايه نمشي الكلمه مع اليافطه يعني عشان ما تبقاش نهائي حد او كده او مش متظبط، بس كده ماشيه مع بعضها تمام عسل او زي. نرجع الجزء اللي انا حاسس انه مش متظبط دوت نبدا نمسح فيه شويه ونبدا نظهر لحد ما يجي معانا بالشكل ده، واظن كده تمام. او ندخل بقى على الكلمه اللي احنا عايزين نكتبها، نكتب مثلا وحش الطريق. نظبط الكلمه مع بعضها. جه في دماغي حاجه ان احنا ممكن نقوم مكبرين الكلمه شويه وهنخلي كأن الكلمه ديت جايه ورا شكل العربيه يعني. احنا كبرنا الكلمه اهوت ونسحبها قدام العربيه. هندخل على اللاير بتاعه العربيه ونعمل لها كنترول، على كنترول شكل العربيه هيحدد معانا الايه الشكل بتاع العربيه، وبعد كده هنمسح الجزء اللي احنا مش عاوزينه من على اللاير بتاعه الكلمه بعد ما نقف عليه بس، فهيمسح الجزء بس اللي داخل جوه التحديد بتاعه اللاير ويظهر معاك بالشكل ده. انا كده بالنسبه لي التصميم ده الحمد لله كده ايه خلص يعني. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. يا ريت تعمل لايك تقديرا منك لينا على الفيديو، تشير الفيديو كمان علشان غيرك يستفيد منه، ولو حابب تشوف فيديوهات اكتر ممكن تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد معانا، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت هتعجبك صدقني. تابع معانا كمان الجديد اول باول. كان معكم اخوكم محمد الشرويدي. يلا السلام يا اصدقائي.